خلوني أخبركم عن شغلة لاحظتها أنا في الجمعيات. كنت يعني أنا بسوي في ظرف 10 أيام. لاحظت الشغلة هذه المرة الأولى، شفتها، والمرة الثانية شفتها في البيت بعد ما دفعت. شو الحركة؟ هي أن أحصل أشياء أنا ما اخترتها تكون في الترولي ولا موجودة على السير اللي هم الكاونتر. استغرب اشوف اشياء اقول هذه وين جتها، انا ما اخترتها ما شليتها. اطلعها من الحسبة هذه. طبعا ال- المرة الأولى شفت الشيء لأن كنت ماخذ كميات بسيطة يعني. المرة الثانية من يومين كنت ماخذ يعني ماتلة، وتفاجأت في البيت أن في أشياء حاطينها أنا ما اشتريتها، وأنا كنت بروحي في الحالتين، أنا كنت بروحي ما حد معي. أه أقول يمكن حد بالغلط حط، تركت العربان رحت مثلا لرف معين ورديت، حد حط الشغلة الله أعلم. بس المرة الثانية الجمعية ما كانت مزحومة، يعني تعرف الناس إجازات، نتكلم عن في إجازة العيد من يومين يعني. والجمعية هذه جديدة في منطقة سكنية وما كان فيها الزحمة هذيك يعني. ما أقول يعدون على أصابع، ولكن العدد كان قليل جدا، فما حتى ما تشكك أن في حد يحط الشغلة هذه بالغلط. فأنا ما أعرف الحركة هذه من عندهم، يحطون أشياء عند الكاونتر بعدين يضيفونها مع الأغراض، ولا الله أعلم شو اللي صاير. بس ما أعرف أنا حد لاحظ الشيء هذا، حد منكم شاف إنه مثلا في أشياء هو ما حطها في الترولي، يوم يوصل البيت يلقاهم، يلقى الشغلة هذه عندهم حاسبين عليها بعد. ما أدري، خبروني، أعطوني رأيكم في الكومنت في النقطة هذه. حياكم الله.